كنت ألعب في الحواري، طبعًا النسيم كانت مشهورة في الحواري. صحيح معروف. ملاعب بالهبل. ملاعب. المعيزيل الحين والّا؟ إلى المعزيلة من النسيم الشرقي إلى آخر الدنيا. إيه. المرحلة ذي بدأت تكوين علاقات، لأني كنت ألعب زين وكل فريق يبغاني، فصار فيه مثل ما تقول خلاص في أي مكان أروح له أي ملاعب معروف. أيوه. رحت أنا عبد الرزاق لاختبارات نادي الشباب. طبعا اختاروه ما اختاروني. اختاروا عبد الرزاق؟ اي ما اختاروني. ما اختاروك. راحوا معسكر للشرقية. جاء هو في المعسكر يكلم الإداريين وذا، قال اللي أنتم اخترتوه فنان أحسن واحد في النسيم وأحسن مني. يقول لهم كذا. ناوي يتوسط الرجال. يتوسط بس الله يعطيه الصحة والعافية أبو سالم. وفعلا قالوا خلاص خليه يجي. جيت كان باقي الدوري يمكن أقل من أسبوع، لا معسكر ولا شيء، وتمرنت. لا الأسبوع الثاني بدأ الدوري أساسي في مرحلة الشباب. أوكي، بس لحظة خلينا نرجع خطوة. كيف أنت جيت ولا اختاروك وبعدين أقنعهم إنه ترى لا جربوه مرة ثانية، ولا كيف؟ اختبار تجربة. فما وقع عليه اختيار. وأخذوه طلب منهم يعطوك فرصة ثانية. هو راح معاهم معسكر من المجموعة اللي اختاروا. وتمرنوا في الشرقية. فكان يسولف مع المدرب ويسولف مع من هو تذكر؟ المدرب تونسي. والله أذكر بس نسيت اسمه. طيب. رضا عكاشة. هو اللي في البداية قال ما بيك صح؟ ما اختارني ما اختارك يعني. وبعدين يوم كلم عبد الرزاق عطوه فرصة ثانية. شوفوا كلم فهد الخريصي اللي هو المدير أو مشرف على نعم. فقالوا خلاص خليه يجينا تجربة. أعطيه فرصة ثانية. وجات التجربة فريق مباراة ضد الجالية السودانية. ونجمت فيها المباراة. ما شاء الله. اللي بعدها الأسبوع ذا كان أول مباراة في دوري المناطق ولعبت أساسي.